فكيف الله عز وجل يتولى حفظه وأصدق المعممين حين يقولون أنه ناقص وأن أبا بكر؟ طيب إذا كان أبا بكر أخفاه أو عثمان أو عمر أو غيرهم، أنا أسألهم سؤال: لماذا يترك لكم هذه الإشارات التي تستدلون بها على أن علي ولي؟ سؤال مطروح. لماذا يترك لكم هذه الآيات؟ لماذا تتأولون يا أخي ولديكم نصوص صريحة في توحيد الله عز وجل؟ لماذا لا تلتفتوا لما خلقكم الله له؟ لماذا تمنعون أتباعكم من حفظ القرآن؟ بل رأيتم معمميهم لا يجيدون قراءة القرآن. بل منذ أيام كنت يعني أتابع أحدهم، والله يا أخي صورة من جزء عامة، والله يا أخي لا يحسن يقرأها. أنا كيف أخذ ديني منك وأنت كتاب الله لا تعرفه، وتمنع الناس من قراءته بحجة أنه محرف أو أنه ناقص؟ طب اقرأوا هذا الموجود لديكم الآن، اقرأوه لعل فيه شفاء لقلوبكم. طيب الذي يعني بناء على كلامك الذي يجري في الحسينيات ليس فيه أي دعوة إلى قراءة كتاب الله عز وجل، أو بمعنى آخر إلى تدبر القرآن العظيم، إنما الأمر كله منصب على يعني سرد القصص عن آل البيت رضي الله تعالى عنهم على مدار السنوات منذ أن يولد الشيعي حتى يهرم ويموت، أليس كذلك؟ والله يا أخي لقد دخلت الحسينيات يمكن مرتين، وسبحان الله العظيم وتألمت لما يحصل بها. كنت قد تسننت ودخلت دون أن يعرفوا أني سنية. فوالله العظيم يا أخي هذا ما يسمونها يعني الشيخة، وطبعا ليس هناك شيخة، لكن هم يقولون أن هذه المرأة التي تقف في الحسينية شيخة. والله العظيم يا أخي أشهد الله أنها تمسك الدخان بيدها وتقول عياذا بالله سبت عائشة، وتقول والعياذ بالله كلاما لا أحب أن أقوله على أمنا رضي الله عنها وأرضاها. فتألمت، فقالت لي إحدى الصديقات التي معي، قالت لي اسكتي. هي طبعا هي كانت شيعية لكن كانت صديقة مقربة، فقالت لي والله لو تكلمت الآن يمكن يقتلونك، يتقربون إلى الله بقتلك هنا، فاسكتي. فتعجبت، هذا هو الدين؟ أمنذ أولد إلى أن أموت أسب وألعن وأشتم؟ طب ماذا استفدت؟ أنا عن نفسي بماذا استفدت وماذا أفدت البشر بإثارة الأحقاد؟ وقتلوا الحسين وقتلوا ما أدري فلان وعلان طب ماذا بعد؟ أنا لما أسير هل أنا قتلت الحسين يا أخي أم أهل السنة الآن هم الذين قتلوا الحسين؟ يا أخي من قتلوه سيبعثهم الله عز وجل ويحاسبهم. أنا ماذا أفعل؟ ما يعني أنت لما تجي تقعد في الحسينية 24 ساعة تتكلم لي بهذه الأمور قديمة. تاريخ تعال جيب لي تاريخ زكريا عليه السلام، جيب لي تاريخ يحيى عليه السلام، جيب لي تاريخ الأنبياء الذين قتلهم أقوامهم. يعني لماذا تركز على قضية الحسين وإثارة الأحقاد في القلوب؟ وأهل السنة الآن يا أخي حتى لو فرضا هم مثلا لنفرض جدلا أنهم يحبون القتل، هم لم يقتلوا أحدا، فماذا أستفيد أنا لما تثير الأحقاد وتفني عمري كله بكاء على الحسين، ولا أعبد الله عز وجل كما يريد، ولا أرتقي بالعلم ولا أرتقي بالقرآن. يا أخي أنا جلست عندهم 14 سنة ما عرفت أقرأ شيء من القرآن. أما الآن بفضل الله عز وجل لا، ارتقيت في أمور كثيرة في الحياة ونفعنا المسلمين وخدمناهم لأن الله عز وجل يريد أن نفعل ذلك. أما الشيعة قل لي ماذا فعلوا؟ بالله افتح مقاطعهم. دينهم مبني يا أخي، يكفي أن الدين مبني ليس على قواعد شرعية ولا على قواعد ولا شيء. رأينا في المنام يا أخي، هل يعقل؟ هل نصدق؟ يبنى الدين على المنامات والأحلام والرؤى؟ ومن أول سبحان الله من أعجب الأمور التي هزتني أيضا من الداخل بداية قدومي للمملكة كان برنامج نور على الدرب. صراحة كنت لما يفتح هذا البرنامج تأتي الأسئلة، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ ابن قصور رحمة الله عليه، وجمع من العلماء أسأل الله أنه يبارك فيهم ويغفر لميتهم. لما يسألهم سؤال أي أحد يقول له ماذا يقول يا أخي؟ يجوز لأن الله لا يجوز لأن الله قال كذا، ولأن الحديث يقول كذا ورواه كذا. هذا أجوبة تخاطب عقلي، تحترمني أنا كبشر وتقنعني. تعال عند الرافضة، والله لو قال لك اليوم المعمم الرافضي، لو قال لأي أحد من أتباعه أن حتى يا أخي سمعتم فتوى أكل الجبن بالجوز أما سمعتموها؟ لو قال لك على أي شيء حرام لا تناقش، وإن ناقشت
يا الله تقوم قيامتك إذا ناقشت وأنت إنسان خارج عن الدين وتريد أهل البيت يغضبون عليك وتريد كذا وكذا. فأنا لا أستطيع أن لا أحترم عقلي الذي وهبني الله عز وجل إياه وفضلني على الخلق بهذا العقل. يعني أفهم من كلامك يا ميرام أن عوام الشيعة عندما يأتون ويناقشون المعممين أيا كانوا، فإن يعني إذا كان هناك عجز عن الإجابة، فإن أصبح التهديد أو السيف الذي يخوف به عوام الشيعة إذا لم يقتنع طبعا بالإجابة أنه يقال له أنت لا تحب أهل البيت، أنت ربما يغضب عليك أهل البيت، لن يشفعوا لك، أليس كذلك؟ دينهم قائم على إثارة العواطف والمشاعر فقط، ليس فيه أي شيء من العقلانية نهائيا. بل أذكر أن أحدهم اضطر أن يصلي في أحد مساجد الشيعة في لبنان، فالقرأ الإمام قرأ الآية غلط. عفوا نعم. يصلي في مساجد السنة تقصدين؟ نعم. لا، هذا السني في لبنان اضطر أن يصلي في مساجد الرافضة، لأنه أصلا لا يوجد لدينا مساجد سنة أبدا في الجنوب إلا فقط في مخيمات السنة. فدخل فقرأ آية الكرسي، يقول له ما في السماوات وما في الأرض، هو يقول له ما في السماوات والأرض، فيرد عليه يصحح له الآية ويرجع يكرر الغلط، يقول له ما في السماوات وما في الأرض، يقول له ما في السماوات، فترك الصلاة ثم تركهم. يعني تخيل الكبر فيهم لأي درجة، لأنه هم يجعلون حوالين أنفسهم هالة وتعظيما وقدسية أنا لا أجدها عند علماء السنة، وحتى من وجد لديه فنتركه. لأن حتى علماء السنة ممكن يطلع يقول لك ببساطة أنا أخطأت ورجعت في كلامي، ليس لديهم إشكالية في ذلك. أما علماء الشيعة لديهم إشكالية كبيرة أن يتراجع في كلامه. لماذا؟ لحتى تظل صورته مقدسة عند الذين يتبعونه. بل إن أذاهم وصل بطريقة عجيبة. يعني أذكر لما كنا في لبنان، أحد يعني تحكي لنا إحدى العاملات كانت لدينا بعد أن سلمت، فقالت لي كلمة تقول لها تصدقي، هي عرفت أني سنية، فقالت لي تصدقي في مخيمات الشيعة، في مخيمات الفلسطينيين هناك أحدهم تشيع، فكانت الكهرباء تقطع في لبنان فترات إلا من لديهم مولدات كهربائية. والله يا أخي كانوا تقول هذا البيت الشيعي يوصل له الكهرباء من أجل أنهم تشيعوا، والبقية لا شيء لهم لأنهم سنة. وكم قتل ظلما أناسا في عاشوراء من أجل أن اسمه عمر أو من تسمى بأسماء الصحابة. بل إني أقولها لك صراحة، أنا أبنائي أخشى أن أنزل بهم لبنان بسبب أسمائهم، وأقولها والله صراحة، لأن الحقد يعميهم عماء. هم يتقربون إلى الله بقتل السنة، يكفيك. وهذا يا أخي هذا ليس سرا وليس تحاملا مني عليهم، ولكن هي حقيقة يعرفها القاسي والداني.